السلام عليكم. النهاردة هنعمل وصفة جديدة من وصفاتي. وصفتنا النهاردة الفراخ بالشبت والخضار في الفرن. وصفة سهلة جدا، هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة جدا. نبدأ على بركة الله ونشوف عملناها ازاي. أنا عندي صدر فرخة غسلته وقطعته مكعبات بالشكل ده. هحط طاسة على النار فيها معلقة من الزيت وشوية من السمنة واشوح فيهم الفراخ. طبعا الكميات هتعملوا حسب الكميات المناسبة ليكم. هقلبها لحد ما تتشوح وتاخد لون. بعد كده هشيلها من الطاسة. هحط حتة سمنة تاني صغيرة وهشوح البتنجان برضو يدوب ياخد لون خفيف كده، تشويحة خفيفة، مش هحمره، يدوب تشويحة خفيفة وهخرجه من الطاسة. حتة سمنة صغيرة وهشوح البصلة. يدوب تدبل هحط كمان فصين من الثوم. التوابل اللي استخدمتها كمون، كزبرة، فلفل اسود، وشوية من الحبهان المطحون، شوية من الجنزبيل. هقلب التوابل مع البصل عشان تتشوح. بعد كده هضيف الطماطم. هضيف كمان معلقة من صلصة الطماطم أو معجون الطماطم. هقلب كله مع بعض واسيبها تتسبك. بعد كده هضيف شوية من الشبت المفروم، بيخلي طعم الوصفة حلو جدا. هضيف شوية من الملح، والملح طبعا حسب الرغبة. وهقلب واسيبها لحد ما تتسبك على راحتها. خلاص اتسبكت، هضيف الفراخ اللي احنا سبق شوحناها قبل كده. هضيف كمان شوية من الشبت لان حسيت ان انا حطيتهم كانوا حبة صغيرين. ضفت كمان شوية لان عايزة الشبت يبقى باين في الوصفة. ادي الفراخ تقليبه كده على النار، تاخد لها فوره واحده بس على النار قد دقيقتين 3. بعد كده هضيف البتنجان، هقلبه مع الفراخ تقليبه صغيره كده، وبعدين احطه في صينيه. انا مولعه الفرن على درجه حراره 200 وسايباه يسخن. هدخل الصينيه الفرن، تطلع معانا بالشكل الجميل ده. ما شاء الله البتنجان مستوي والفراخ مستويه. ريحه الوصفه فظيعه، ريحتها جميله جدا وطعمها كمان كان حلو جدا. قدمناها مع رز بشعريه. والبتنجان خطير خطير جدا في الوصفة دي. طبعا اللي ما بيحبش البتنجان هيستخدم اي خضار تاني بيحبه. ودي كانت وصفتنا النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، والى اللقاء في وصفات اخرى قادمة. السلام عليكم.